السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم في قناة مغربية من إنجلترا. نتمنى يلقاكم هذا الفيديو في أحسن الأحوال. الفيديو ديال اليوم إن شاء الله غادي نحضر معكم بسطلات مغربية بالطريقة التقليدية المغربية. تيجيو رائعين، تيجيو مقرمشين، تيجيو لذاذ بزاف. نتمنى أنكم تتابعوا الفيديو للآخر تعرفوا على المكونات وطريقة التحضير. في البداية غنحتاجوا واحد 4 ديال البصلات كبار أو 5 ديال البصلات متوسطين، مقطعين ومشلضين بهذه الطريقة. الا كانت البصله الحمراء من الافضل، انا ما توفرت ليش استعملت البصله البيضاء. غادي نضيف عليها 1.5 كيلو ديال الدجاج، تتبقى الكميه على حسب الرغبه وعلى حسب عدد البسطلات اللي حنا محتاجين. انا هاد الكميه خرجت لي 14 بسطيله صغيره. بالنسبه للتوابل غادي نحتاجو ملعقه صغيره خرقوم، ملعقه صغيره ابزار، ملعقه صغيره سكنجبير، ملعقه صغيره ملحه او على حسب الملح على حسب الذوق. نحتاجو واحد دامه ديال البنه ديال الزعفران، غنحتاجو نصف كاس ديال الزيت المائده، وغادي نحتاجو ملعقه صغيره ديال السمن. نوضعوا الطنجره فوق النار على نار متوسطه ونخليوه يتشحر الدجاج مع التوابل واحد 3 ديال الدقائق. في هذا الاثناء غادي ناخذوا نصف كيلو ديال اللوز ونخويو عليه الماء طايب ونخليوه حتى جانبا باش يرطب. في هذا الاثناء غادي نضيفوا كميه واحد الباقه ديال القزبر المعدنوس ونخليوه يطيب تقريبا خدا ليا واحد 45 دقيقه. من بعد ما طاب الدجاج ديالنا وصبح بهذا الشكل هذا، نوضعوا الدجاج في واحد الصحن ونزولوا حتى الباقه ديال القزبر المعدنوس ونخليو التبصيل ديالنا جانبا باش يبرد لنا الدجاج تماما. في هذا الاثناء غادي نضيفوا نصف ملعقه صغيره ديال مسحوق القرفه، وغادي نضيفوا 4 ديال الملاعق صغار ديال السكر ونخليوه على نار هادئه وحنا كنحركو. من بعد غنضيفوا 2 معالق كبار ديال القزبر والمعدنوس مقطعين، نضيفوهم على الخليط ونحركو مزيان. وغادي نحتاجوا واحد 4 ديال البيضات كبار مطربين في الاول من الاحسن، ونبداو نخويو فيهم تدريجيا وحنا كنحركو، ما نوقفوش من التحريك باش ما يعقدش لينا البيض بوحدو. ضروري هاد المرحله هادي نعملوها باش ما يلصقش لينا الخليط وحتى ينشف نهائيا من الماء كيف ما غتلاحظوا في الاخر. وفي هذا الاثناء غادي نمروا باش نوجدوا الدجاج، نزولوا منه العظام والجلد ديال الدجاج ونفرتوا الهبره بهذا الشكل هذا ونخليوه جانبا. وكيف ما كتلاحظوا الخليط ديالنا صبح واجد، ما بقاش فيه الماء. صافي غادي نطفيو عليه ونخليوه حتى يبرد تماما. بالنسبه للوز اللي رطبناه غادي نزولوا منه القشور ديالو ونقليوه في واحد شويه ديال الزيت، نحطوه في الزيت تكون بارده باش ما يلصقش لينا، ونبداو نحركوه على نار متوسطه حتى ياخذ لينا اللون الذهبي. كيف ما كتلاحظوا هذا هو الخليط ديال البصله اللي شحرناه حتى نشف من الماء، وهذا هو اللوز اللي حمرناه طحناه من بعد ما برد طحناه، والدجاج ديالنا اللي فرتتناه وزولنا منه العظم. في البدايه غناخذوا اللوز
ونوضعوه في واحد الصحن شويه كبير. نضيفوا عليه سكر ثقيل تبقى على حسب الرغبه، 3 ملاعق او 4 ملاعق على حسب الرغبه. نصف ملعقه صغيره ديال القرفه، ونخلطوهم مزيان حتى ينسجموا تماما. باش نبداو نشكلوا البسطيله ديالنا، غادي اللي غنحتاجوا ليها الورقه، وغنحتاجوا المول اللي غادي نعملوا فيه البسطيله على حسب الكبر اللي بغينا. ممكن نعملوا المول يكون صغير او متوسط على حسب الرغبه ديالنا. انا هذا هو اللي كنستعمل دائما، تيجيب لي البسطيله ديالي مقدوده، ما كبيره ما صغيره، وتتجي مزيانه. في البدايه غادي نفرشوا ليه واحد 2 معالق كبار ديال اللوز المطحون، ونعملوا فوقه البصله المشحره ديالنا هكا على هذا الشكل. نضيفوا عليه الدجاج من الفوق، ونقطعوا الورقه ديالنا من الجوانب باش يسهل علينا اننا نعملوا البسطيله بالشكل دائري بهذا الشكل كيف ما كتلاحظوا. ونضغطوا عليها شويه باش تاخذ لنا الشكل ديال المول، ونقلبوها وتجينا بهذا الشكل. سهله وسهله في التحضير. نتمنى انكم تتابعوا الفيديو للاخر وتتابعوا نفس المراحل، اكيد غادي تنجح معكم. غادي نستمر انا بنفس الطريقه حتى نسالي البسطيلات ديالي كاملين، وباش نمروا المرحله الاخيره.
من بعد ما سالينا نوضعوهم في البسطيلات ديالنا في الطاوه ديال الفرن وندهنوهم بالزيت مزيان. ضروري ندهنوهم بالزيت، ما ندهنوهمش بالزبده لان الزيت تجيب لنا الورقه ديالنا مقرمشه، اما الزبده راه كتجيبها رطبه. من الاحسن ان ندهنوا بالزيت فقط. ندخلوهم للفرن على درجه حراره 180 درجه دغيا كيتحمروا تقريبا. خداو معايا انا واحد 8 ديال الدقائق كانوا واجدين بهذا الشكل كيف ما كتلاحظوا. بالنسبه للتزيين تيبقى على حسب الطريقه، على حسب الرغبه وعلى حسب اللي متوفر عندنا. انا هنا دهنتهم بشويه ديال العسل وفندتهم في اللوز افيلي او مكسرات اللوز على حسب اللي متوفر عندنا. نستمر بهذا الشكل حتى تنساليو البسطلات اللي بغينا نفندوهم في رقائق اللوز. بالنسبه للنصف الثاني من البسطيلات انا غادي نفندهم في سكر ثقيل. وتيبقى التزيين كيف ما قلت على حسب الرغبه وعلى حسب اللي متوفر عندنا. والبسيطلات ديالنا هذا هو الشكل النهائي ديالهم، تيجيو رائعين شكلا ومذاقا. نتمنى انكم تجربوا هذه الطريقه، اكيد سهله وبسيطه واكيد غادي تنجح معكم وغادي تنال الاعجاب ديالكم. ما تنساوش ديروا لايك للفيديو واشتركوا في القناه باش يوصلكم الجديد. شكرا على المتابعه والى فيديو قادم ان شاء الله.